أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها. للعلم عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة، كانت امرأة قليلة أدب تسب على المليان. كنت أتمنى ألا يذاع هذا الشريط في حق الطاهرة المطهرة أم المؤمنين، فلنا شعورنا وللأمة الإسلامية شعورها، وهذا من أكبر الأدلة. والله لا يستطيع إنسان أن يتحمل هذا، وأنا أقول بكل جرأة وثقة بالنفس كلهم على هذا المنوال، ولكن بعضهم يتقن التقية وبعضهم لا يتقن التقية. إن ياسر الخبيث لم يأتي بهذا المقطع من نفسه، هو مسطور في كتبهم، هو مكتوب في أمهات عقائدهم. هذه عقيدة اللي بيعتقد هذا القرآن كامل وما في قرآن عندهم كافر، هم اللي كفروا. اللي يقول اللي يحب الصحابة عندهم كافر، ووصلوا إلى درجة يقولون اللي ما بيلعن، اللي ما يلعن، يعني أنت ما حبيت أبا بكر، ما حبيته، أنت كافر حتى تلعن أبا بكر وحتى تلعن عثمان. ما هو فاضي يسمع هذا الكلام الذي تهتز منه الجبال وتتقطع به الأرض، لأنه ينقل من الإيميل، لأنه جاء مدد من المهدي. إننا سنظل في هذه القناة وفي غيرها ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندافع عن كتاب الله. هذه البدعة الجديدة والخبث الجديد اللي جاءوا به باسم قراءة يتماكى على آل البيت، وهو أشجع منهم وهو أعلم منهم الذين هم ورواة هذه القراءة. أتحداه، وإذا كان أدنى أنا أحكي عن أدنى وعلى غيره وعلى أقرب وعلى أعلى. أنت قلت 100 مليون، والله $1,000,000 لمن يأتي برواية متواترة عن آل البيت تخالف هذا الكتاب. كذابون أفاكون يريدون أن ينالوا من هذا الكتاب العظيم، كتاب ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهدي وسلم تسليما. نحن أنصار الإمام المهدي، أنصار السيد الإمام أحمد الحسن اليماني الموعود، نستنكر بشدة هذا الفعل، وأن الإمام أحمد الحسن لا يقبل بهذا الفعل، بل أن هؤلاء الذي قاموا بهذا الفعل هؤلاء فسقة يعيشون في الغرب، ولطالما كان الغرب قد دنس القرآن وانتهك حرمة القرآن، ولكنهم لم يحتجوا على ذلك الفعل. لذلك فنحن بدورنا نستنكر هذا الفعل بشدة، ولا نقبل، بل لا نقبل حتى بسب الصحابة، وهذا الفعل لا يقبل به الإمام أحمد الحسن. لذلك نطالب من الأخوة الشيعة فعلا الذين يحبون أهل البيت أن يترفعوا عن هذه المسألة، أن يترفعوا عن هذه المسألة، وأن الذين يسبونهم فعلا لا يمثلون الشيعة في شيء. الشيعة هم أخلاق أهل البيت، أهل البيت سلام الله عليهم هم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك فكل من يخالف أهل البيت في أخلاقهم ليس من الشيعة ولا يعتبر من الشيعة. ولذلك فأنا بدوري من هذا المكان باسم الإمام السيد أحمد الحسن أقول أن هذا الفعل غير مقبول، بل أن هؤلاء فسقة، وأن سب الصحابة لا يقبل ولا يرضي الإمام أحمد الحسن عليه السلام. لذلك أنبه على هذه المسألة وأحث الأخوة جميعا أن يلتزموا بذلك. هذا بالنسبة لما رأيناه، وفعلا هو يعني فعلا مشين. يعني الإنسان يعني المفروض يعني يترفع يعني عن هذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي والمستوى يعني لا أعلم يعني بماذا أصفه. أنا سؤالي الآن بلغنا وأنا التثبت، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا. هذه بقى قراءة حلوة، فتبينوا فتثبتوا، ما اختلف رسم عثمان، تبين نفس المعنى. أن زوجة المهدي تتمتع، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ أنا أرجوك أستاذ عدنان، هذا الكلام لا يصح،
هذا كلام استاذ عدنان لا يصح هذا الكلام. حسبي. لا اقبل بهذه الاهانات. لا حول ولا قوة. لا اقبل. انت رجل دين، انت رجل دين والناس تسمع. هذه صفات لا اقبل. انت استاذ محمد هذا الكلام لا اقبل به. انت في مناظره علميه. انا لا اقبل به. انا لا اقبل به هذا الكلام. شيخ صادق يحترم مقدسات. انا جالس هنا في مناظره علميه والرجل رجل دين يستهزئ. لا اقبل بهذا الكلام يا شيخ صادق. انا لا اقبل بهكذا كلام يا شيخ عدنان من فضلك. شيخ صادق يعني الانسان يعني خلقه صادق. خلقه هو المقدم على طرحه العلميه على تفهمي. لا والله لن تتحدث. شيخ صادق انت في مناظره علميه اليس كذلك؟ مناظره علميه بس فيها ادب. لا يخل بالادب. لا انت غلطان يا شيخ صادق. لا عارف ليه؟ لا يخل بالادب. عارف ليه؟ لانك انت على مدار الحلقات الماضيه لا انت ولا سليم هذا اتيتم بدليل ناصع على نهجك المزعوم. اسمع بس يا شيخنا طيل الحلقات الماضيه ما تكلمت ولا ما تكلمت لا خلص ما تكلمت ولا مس. شيخ علي الهاشمي مجتهد فقيه قال عنه دجال. تمام. اسمع بس الكلام. اسمع استاذ محمد. انت حاولنا معك ان تبرع عائشه التي برأها الله بالقران عندنا عليه من الله دليل. الانبياء اتهموا ايضا اتهموا بالدجل واتهموا بالانبياء. هذه ايها المسلمون والله ما فعلت ذلك الا عمدا وما اسأت الادب. سألته سؤال فالتمتع عندهم سنة شرعية فسألته هل هذا في تمتع؟ الشيخ عدنان أرجوك رجاء. أنا ما هذا الكلام ليس مدار البحث وأنت تقول أنا أبو مدار البحث. أنا لا أقبل. أنت تقاطعني عندما تخرج وأنا من حقي أن أقاطعك عندما تخرج من هذا المسجد. تفضل يا شيخ تفضل. أنا لا أقبل هذا الكلام. خارج عايز يهديك عايز يهديك كل سبب العلم. اسمع العلة بس هنسمع العلة. تفضل. أيها المسلمون أرأيتم حميته لزوجة المهدي؟ أقل ما أقول ربما يكون مسلم بس مجنون. أرأيتم وأنا ماذا قلت؟ ما اتهمتها بالزنا. أنا قلت له مارس فريضة عين عدنان. لا تقاطع لا اسمح. أنا ما أسمح يعني تسمح بسبب يخرج عن نقطة البحث. أنا خارج عن نقطة البحث. لا خارج عن نقطة ما عندك من أدوات. لا خارج عن نقطة أستاذ محمد. هذا الكلام هذا تهرب. الكلام هذا هروب من المناظرة. هذا تهرب من المناظرة. هذا هروب. المحور المناظرة محور علمي. هذا هروب من المناظرة. اسمعوا يا أخوان. اسمع التعليل يا شيخ صادق. اسمع التعليل. تفضل. أنا طرحت سؤال استبياني لم أتهم معاذ الله. والله لو أخر من السماء ما أتهم. أما مجرد السؤال عن زوجة النبي ثار. يا ليته ثار. ليس لنا علاقة بهؤلاء الذين نحن قلنا كلمة. يا ليته ثار. لكن جلس هكذا لما سمع ذاك الوقت الحقير الخبيث ياسر وهو يتهم عائشة فجلس هكذا. والله يا عمر لا يكون لي بينك وبينك شأن لأنكم ما بتحضروا المقاطع. جلس هكذا وقال إمامنا المهدي دقيقتين أتكلم. إمامنا المهدي منع الكلام عن عائشة. لكن لما تكلمنا عن زوجة إمامه صار وأنا ما قلت يأتي بأمر شرعي صار وغضب وزمجر. أما على أم المؤمنين فما رأينا زوجة سيد البيت قلنا قولنا فيها الذي أدعى أمير المؤمنين وانتهت المسألة. وقعت في فخ يا سيد صادق. وقعت في فخ. أي فخ وقعت في أستاذ محمد؟ أي فخ نصب لك الشيخ فخا وقد وقعت فيه. لا والله أي فخ. نحن قلنا